السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ لعلكم بخير. هل بدأ تدوين السنة النبوية فعلا في القرن الثالث الهجري، أم هي إحدى مراوغات منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنتناوله في هذه الحلقة من التنوير، وهذا ذو النون عبد الرحمن يحييكم، فتابعونا. من أكبر الشبهات والأكاذيب التي يتداولها منكرو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدوين السنة النبوية بدأ في القرن الثالث الهجري، ولهم في ذلك غرضان: أولهما أن يقولوا إن المدة طويلة بين صدر الإسلام الأول وبين بداية تدوين السنة النبوية، وثانيهما أن يوهم المستمع لهم أنه لو كانت السنة ذات أهمية لاهتم الصحابة بتدوينها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها وتدوينها. وفي هذه الحلقة سننسف هذه الشبهة، لكن قبل ذلك نسألهم سؤالين ينسفان هذه الشبهة مطلقا بالنسبة لهم لو كانوا يطلبون الحق، ثم نبين من عدة أوجه بطلان هذا القول. السؤال الأول: هل تعتمد موثوقية الخبر على الكتابة والتدوين أم على نقل الثقة مع ذكر الدليل من القرآن؟ لأنكم لا تعترفون بالسند ولا بالسنة النبوية، ولذلك لن نقبل منكم إلا دليلا من القرآن. ولو افترضنا أن شخصا ثقة عندكم كشحرور مثلا نقل لكم خبرا شفاهة، فهل تقولون لا نقبله إلا أن تكتبه في رسالة وتدونه في ديوان؟ هذا من العبث الذي ينبغي أن ينزه العاقل عنه عقله، ومع ذلك سنرد عليه، لكن ليعلم أولا أن الموثوقية في الأخبار لا يشترط فيها الكتابة والتدوين، ويكفي نقل الثقة وهو العدل الضابط كما ورد في علم الحديث.